اخوان، بخصوص صفقة ويليامز والمشاكل اللي حصلت بين إدارة نادي برشلونة وإدارة نادي أتلتيكو بلباو. أولا، ملزم ويليامز بعقد مع نادي أتلتيكو بلباو لحتى عام 2027، ولكن بعد تألق ويليامز مع المنتخب الإسباني في بطولة اليورو أرادت إدارة نادي برشلونة التعاقد مع ويليامز، ولكن إدارة نادي أتلتيكو بلباو طلبت ما يقارب 100 مليون يورو من أجل فسخ العقد والاستغناء عن خدمات ويليامز لصالح نادي برشلونة. ولكن رفضت إدارة نادي برشلونة العرض المقدم من قبل إدارة نادي أتلتيكو بلباو، ومستعدة فقط لدفع ما يقارب 70 مليون يورو مع المتغيرات. يا بدي دفعوا 100 مليون يورو من أجل لاعب مميز واستثنائي ومهاري ولربما يشكل ثنائي مرعب مع يامال يامال، ويصنعون الفارق كما صنعوا الفارق مع المنتخب الإسباني في بطولة اليورو المقامة في ألمانيا لسنة 2024. ليش سابقا دفعتوا